شهد جانب مكافحة الفساد في المملكة تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، مبرزة جهودها في هذا السياق مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام. والمملكة تفاخر بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة. ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً وأحد المراكز ال10 الأولى في ترتيب دول مجموعة ال20. أحرزت المملكة تقدماً ب7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CBI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز ال51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول ال20 الاقتصادية G20 لتحقق المركز ال10، وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.